السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكرة مباراة الأهلي مع الزمالك، وهي المتعة الحقيقية في الكرة المصرية. قبل ما أتكلم عن المباراة، عاوز أدي واحد حقه. محمد الشيخ مدرب وادي دجلة، المدرب ده دماغه كلها كورة. وعاوز أقول لك يا محمد، مفيش كرامة لنبي في وطنه. أقسم بالله يا ابني، أنت اللي بتعمله في الكورة ده إعجاز والله. معاك ال 11 لعيب، بتغيرهم ب 11 غيرهم بنفس الطريقة بتاعت لعبك بينفذوها، وأنت قاعد واقف على الخط عامل إيدك كده، واقف لابس لبس بني آدم عادي، وراجل مش متكبر. وبإذنك يا رب هتاخد حقك تالت ومتلت في الكرة المصرية، لأن ربنا ما بينساش الناس اللي بتدي شغلها حقه. تحية تقدير مني يا ابني والله. بالنسبة لمباراة الأهلي والزمالك، أنا بتمنى حاجتين: الأهلي يفوز يا الزمالك يفوز. الأهلي لو فاز هيحيي أماله إن إحنا ممكن نطلع تاني. لو اتعادلوا هيبقى بيراميدز هياخد الدوري، وهيبقى ولا أهلي ولا زمالك. فأنا بتمناها الأهلي فاز خير وبركة، ويبقى ده اللي إحنا عاوزينه. الاهلي هيبقى تعادل ونتيجه المباراه داخله على التعادل والمباراه هتخلص، يا ريت الاهلي يسيب الزمالك ياخد الدوري. لان الزمالك لو فاز بكره لا قدر الله، برضه عشان برضه انا بقى غصب عني ما اقدرش اقول الا اللي في قلبي، وانبي عمل نتيجه ايجابيه مع بيراميدز، ممكن الزمالك يتوج ببطوله الدوري لو انبي فاز على بيراميدز بكره. هيبقى فاضل مباراتين، وهيبقى الزمالك فارق عن بيراميدز 6 نقط، وهو فايز عليه في المباراتين المواجهات المباشره، والزمالك هيتوج بطل دوري. بس باذن الله يا رب، تمنياتي ان الاهلي يفوز بالمباراه، ونرجع تاني ناخد الثقه ونلعب المباراتين اللي باقيين بعد الزمالك، ونسيبها على ربنا. والزمالك لو اتغلب، ممكن مباراه سموحه او سيراميكا، ممكن الزمالك يقع في واحده من الاثنين. ولو الزمالك وقع واحده في الاثنين، هيبقى الاهلي حظوظه اعلى عن الزمالك لان المواجهات المباشره. ولو الثلاث فرق وصلوا بنفس النقط، لو بيراميدز وقع في مباراه والزمالك وقع مباراه والاهلي فاز بقيه المباريات بتاعته، هتتلعب دوره ثلاثيه. انا الكلام ده كنت متوقعه من فتره. دوره ثلاثيه ليه؟ مش هقول لك فرق اهداف ولا مواجهات مباشره. الاهلي المواجهات المباشره على الزمالك احسن، والزمالك على بيراميدز احسن، فممكن يلعبوا دوره ثلاثيه. والله اعلم. مش عارف بقى ساعتها هيدخلوا فرق الاهداف ولا لا. نيجي بقى للمباراه واستعدادات الاهلي للمباراه. المدرب يا كابتن محمود مش هو اللي يمشي عليك كلامه. انت بتقول له اعمل، او سيد حفيظ بيقول له اعمل معسكر مغلق لمده 3 ايام، ما رضيش. يقول لك ما ينفعش الاثنين لعيبه يبقوا نايمين مع بعض او قاعدين مع بعض في اوضه واحده فتره كبيره، فتره يومين او 3. طب افرض ان المدرب ده طول معانا وحبينا نعمل فتره اعداد، هيقول لك برضه ما فيش معسكرات. انا النادي الاهلي، انا شايف غيامه. لان سيد عبد الحفيظ حتى اللي كنا حاطين املنا عليه بعد الخطيب وبعد العامر فاروق الله يرحمه، سيد خفيف برضه. يعني سيد، انا لما شفت الفيديو بتاع اتحاد الكوره انا حزنت. يعني انت رايح اتحاد الكوره، لما شفت الفيديو من جوه، في عيل واحد فيديجارد يمشيكوا قدامه زي الفراخ، وانت اول واحد يا سيد اللي تمشي؟ ما تقف. ده انت عضو مجلس اداره في النادي الاهلي، عيل موظف ملوش لازمه فيديجارد يمشيكوا قدامه. ده مرتضى منصور دخلوهم بالليل قبل الساعه 12، خلاهم هم اللي خرجوا. مش هو مش هو اللي يسيب الاتحاد الكوره ويخرج. دي كان شكلها وحش في حق النادي الاهلي. وانت خرجت وقلت مجلس اداره النادي الاهلي مجلس قوي هيجيب حق النادي، ولا حياه من تنادي. وبعدين انت قاعد في المباراه بتاعت الاهلي وبيراميدز، انت قاعد كده العظمه لله يا سيد، العظمه لله، قاعد وعامل كده. وبعدين انت اللي رحت جبت كامش، انت المسؤول عن كامش. انت لو راجل بتخاف على مصلحه الفريق، حتى لو الكابتن محمود ماشي كلام اسامه هلال، ما كنتش وافقت على الكلام ده، كنت طلعت قلت لو انت خايف على النادي الاهلي. لو انت خايف على النادي الاهلي، بس الله اعلم. انا حاسس ان انت بقيت كارت محروق برضه. فمش عارف، حتى ياسين منصور لو مسك
حاسس برضو انه راجل طيب والكلام ده. ولو بصينا لطاهر ابو زيد، طاهر ابو زيد ملوش ملكه، طاهر ابو زيد ملوش ملكه. محمود طاهر، محمود طاهر افضل واحد في الوقت الحالي ان يمسك بعد الخطيب. ده وجهه نظري والله اعلم بوجهه نظر الناس. هنيجي للمباراه وازاي هنلعب الزمالك. هما في طريقتين لعب، يا تلعب بأربعة اتنين تلاتة واحد، يا تلعب بتلاتة خمسة اتنين. تلاتة خمسة اتنين دي أحسن طريقة في ظل عدم وجود محمد هاني، بس المشكلة في وجود بزيرة. انت لو لعبت بتلاتة خمسة اتنين هتلعب بالجزار وياسين وهادي رياض التلاتة ورا، وهيلعب وينج باك حسين الشحات يمين، وهيبقى وينج باك شمال تريزيجيه، وبين رمضان و... ومروان عطية الاتنين ديفندر، وهيلعب قدامهم حر مفيش الا امام، مفيش الا امام، او طاهر يلعب يمين وحسين الشحات يلعب 10 تحت راسين الحرب، ويلعب اتنين راس حربة مروان عثمان، ويلعب طاهر لو ما شاركش باك وينج باك يمين، او يلعب بن شرقي راس حربة تاني مع مروان عثمان. المشكلة في دي ايه؟ ان عندك بزيرة يمة اليمين، بزيرة يمة اليمين، تريزيجيه مش هيقدر على بزيرة، وبعدين تريزيجيه هيلاحق على الهجوم ولا هيرجع يدافع مع بزيرة. دي المشكلة. لو لعبنا التلاتة اللي ورا، المفروض التلاتة اللي ورا لو بدأ بدي هيتغلب على الطريقة دي، يبقى كوكا بدل ياسين بلعي محضن يمة الشمال، وبيكهام يمة اليمين، وهادي رياض في النص او الواد عمرو الجزار. هادي رياض يبقى التلاتة دول اللي ورا، هيبقى الواد كوكا هيبقى في التلاتة ورا هيبقى مرحل ان هو باك شمال، ونفس القصة بيكهام هيبقى مرحل اللي هو باك يمين، لان الواد اللي اسمه احمد عيد لو لعب في المباراة ديت وهيلعب عليه شوكوبانزا، شوكوبانزا هيخليه يطرد وهيمسح بيه الارض. احمد عيد خفيف وفقد الثقة في نفسه، على قد ما كان حسام حسن واخده احتياطي في بطولة افريقيا للامم. وبالنسبة لحسام حسن، يا حسام يا ريت يكون في نظرة لعبد الله السعيد. انا عبد الله السعيد ده اكتر بني ادم كرهته اكتر من رمضان صبحي، بس حق ربنا احسن لاعب بيلعب في مكانه. ولا تقول لي هتلعب زيزو في نص الملعب يقعد يجري ويجيب تريزيجيه عشان توسع له مكان لمرموش وتلعبه في نص الملعب. اقسم بالله عبد الله السعيد احسن لاعب في مصر في المكان بتاعه. وعاوز تصدق صدق، مش عاوز تصدق ما تصدقش. ده بس بالايه بالكلام. ولعب اتنين راس حربه يبقى 3 5 2 او 3، هيبقوا 3 ورا اللي قلنا عليهم الثلاثه سرد باكات، ما هيبقاش فيهم الا الواد كوكا هيبقى يلعب اكنه باك شمال عشان هو بيعرف يدافع شويه عشان بزيرة. وبيكهام هياخد الواد شيكوبانزا، وهيبقى هادي رياض في نص الملعب، وهيبقى يساعد معاه الواد مروان عطيه، وهيبقى الواد بن رمضان وامام قدامه وحسين يمين وتريزيجيه شمال، ويلعب اتنين راس حربه يا مروان عثمان وطاهر، او مروان عثمان وبن شرقي. بن شرقي يبقى احتياطي لتريزيجيه او حسين الشحات. دي الطريقه الاولانيه. الطريقه الثانيه هنلعب بالاربعه اتنين تلاتة واحد، هيبقى بيكهام يمين وهادي رياض وعمرو الجزار، ويمة الشمال كوكا، والاتنين ديفندر نقفل بيهم نص الملعب محمد علي بن رمضان ومروان عطيه. ولو امام هتديله هيبقى يلعب قدام الاتنين ويلتزم بمكانه، او تلعب ديانك جنب مروان وتدي محمد علي بن رمضان حر قدام الاتنين ويلعب ما يتطرفش يمة الشمال. ما دي بقت موضه، كله بقى يقلد امام ما بيلعب في المكان ده ويروح يمة الشمال. حتى محمد علي بن رمضان بعد ما بدأ يشارك تاني بقى يروح يمة الشمال زي امام. نفس موضوع ياسر ابراهيم، المدافع اللي بيلعب جنبه بيخليه مستواه يقل زيه. وتلعب اتنين راس حرب، وهيبقى واحد راس حربه في الطريقه دي، يلعب الواد مروان عثمان. مروان عثمان بيجري
ويبقى ياخد دوره الهجومي بس، ما ينزلش يدافع. انت كفايه عندك بقيه التسع لعيبه تاخد ادوارها اللي انت هتديها له. ده يفضل في ال 18، هيوقف معاه حسام عبد المجيد، هيوقف معاه اي حد، يوقف معاه الونش والكلام ده. وهو لعيب جامد ويدحر مع اللعيبه دي، ويدحر مع اللعيبه دي. وباذن الله تعالى يكون التوفيق حليف النادي الاهلي. مباراه عوضنا عن مباراه بيراميدز. بس عايز اتكلم على الحكم اللي جايبينه. الحكم كانوا قايلين حكم اسباني لمباراه الاهلي والزمالك. فوجئنا النهارده ان بيقول لك حكم الماني، وحكم بيحكم درجه تانية. انت لما تيجي تبص على رئيس لجنه المسابقات عندنا، راجل خرم، راجل خرم. هتاخد ايه من واحد خرم؟ راجل شمال. ده في لو واحده شمال بنبقى عارفين ان هي دي واحده ست وشمال، وما تقدرش تعمل اكتر ان هي شمال. لكن الراجل ده مع الظلم اللي معاه في اتحاد الكوره، يعني الحكم الالماني كان ماشي 10/10. طلع لنا حكم الفار، وحكم الفار كان في ايده ان يطرد الواد زلاكا في الكره الاشتراك مع مصطفى شوبير، اما حط رجله في كان عاوز يصيب مصطفى. الكره ديت لو رجع للفار كان طرد زلاكا. فحكم الفار دلوقتي اهم من حكم الساحه. حكم الالماني بتاع الاهلي وبيراميدز كان 10/10 حكم الساحه، بس حكم الفار كان في كذا لقطه ما اتدخلتش. وفي كره بتاعت ياسر ابراهيم وفيستون ماليل، يا ريت كان كسر رجله كنا استريحنا من ياسر ابراهيم. دي برضو كانت فيها ممكن كان يروح للفار. فالحكم اللي جايبينه ده، فده انا الزملكاويه بيزعلوا. انا بتكلم يا جدعان، احنا النادي الاهلي وانتوا نادي الزمالك، انتوا لكم احترامكم واحنا لينا احترامنا. بس الفتره اللي احنا عايشينها دي يا جدعان الظلم تفشى. والناس تقول لك ان الاهلي نادي الدوله. نادي دوله فين؟ نادي دوله فين؟ مش هنضحك على بعض، وانتوا كلكم عارفين القصه. انتوا عارفين ان احمد مكي هو اللي بيتحكم في كل حاجه. عارفين احمد مكي بيتحكم في كل حاجه. المسلسل بتاعه بتاع المزاريطه كان اسمه ايه؟ فالاهلي مش هيقدر يروح ولا يجي في ظل الاجواء اللي احنا عايشينها في مصر دلوقتي. مش هنضحك على بعض. فربنا يسهل. والاهلي فاز على الزمالك هيبقى فرق 3 بونت، والزمالك لو اتكعبل مع سموحه بتعادل ومع سيراميكا بتعادل هيبقى الاهلي فرق ببونت. ده بنقول ايه؟ سيناريوهات. وانتوا هتزعلوا من كلمه زي دي، هتهاجم عشان كلمه زي دي. يا راجل هيفوز على سموحه وممكن سيراميكا يفوز على الزمالك، هيبقى كده الاهلي ليه؟ هيبقى الاهلي هيبقى قبل الزمالك حتى في اي تصنيف. حتى لو بيراميدز ما خسرش وخد الدوري، هيبقى الاهلي هيلعب بطوله افريقيا لابطال الدوري. يلعب في بطوله افريقيا لابطال الدوري. وباذن الله ربنا يوفق والمباراه تطلع والجمهور يطلع حبايب مع بعض، ما يحصلش مشكله في الملعب، واللعيبه ما يحصلش مشكله مع بعض. ويا ريت تسيبوا زيزو في حاله. يا ريت تسيب زيزو في حاله. انت لعيبه الزمالك انت عندكم عبد الله السعيد كان في الاهلي، وكان احمد حمدي كان في الاهلي والكلام ده. انت عندك الونش كان ماضي والاهلي لا، قال له لا احنا روح شوف حالك، وبيلعب في الزمالك دلوقتي ولا قلت له اي حاجه. ما الونش ما كانش عاوز يجدد، ومحمد السيد ما كانش عاوز يجدد، وكانوا زمانهم في الاهلي. فيا ريت نشغل العقل شويه. ده اكل عيش اللعيبه. لا تشتموا بمراته ولا تشتموا بامه ولا الكلام ده. انا بتكلم من دماغي، حتى كنت عاوز اكتب حاجات لاني بقيت انسى حاجه عاوز اتكلم فيها. فكويس كده ايه الفيديو عدى 14 دقيقه. معلش حقكم عليا ان انا بطول. وباذن الله باذنك يا رب من غير شر يا رب. انا عاوز منوم بكره مش هتفرج على الماتش، بس ساعات المنوم ما بيعملش معايا حاجه. انا ساعات باخده بالليل عشان انام من وجع جسمي، ساعات ما بعرفش انام. فانا هاخده بدري شويه يمكن انام وابقى اصحى اعرف النتيجه كام. وباذن الله حاسس بان ربنا هيكرمنا بكره، وباذن الله هنفوز. ولو لو تعادل والله العظيم ما تلزمنا تعادل خلاص، يبقى الزمالك اولى ياخد الدوري. وربنا يوفقنا باذن الله يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.